اليوم الاداء كان مزيان صراحه، بلاصه اناحي بانت صراحه، ولكن خرجنا رابحين واللي هذا هو المهم. كان خاصنا نلعبوا ماتش بماتش اليوم ان شاء الله. داك الضغط اللي درنا على المنتخب وعلى الركراكي بان، شفنا بان الفرقه غادا وكتنسجم، وان شاء الله من هنا لقدام حيت لا كان غادي تبدا ان شاء الله مع فرق صعيبه اللي غادي نشوفوا من بعد، باش يعطيو ان شاء الله واحد ريزولطا اللي يكون مشرف للمغاربه، سورتو كانهم من الدم في البلد ديالنا، وكاع الناس كيهضروا عليهم وكاع البلدان كيهضروا عليهم. دونك نتمنوا حظ موفق للمنتخب ديالنا. الاداء شنو نقول لك، المهم الاداء غلبت عليه النتيجه، هي اللي غفرت على الاداء ديال اللاعبين. واللاعبين اليوم راه شتي تنزانيا كانت في اوج العطاء ديالها، فزنا عليها صعيب. خاص دابا وليد الركراكي يعاود يشوف التشكيله ديالو ثاني من جديد، يعاود يدير سونجمون، ما تبقاوش عارفين لينا التشكيله ديالنا اللي كنخدموا بها كل ماتش. وهذا الماتش الجاي ان شاء الله يكون خير، وبغينا الكاس يبقى في الرباط. Non, ben, en fait, c'était un match difficile, mais alhamdoulilah, on a gagné. C'est normal, il y a plus de petites équipes, de grandes équipes en Afrique. Donc, on était à pied égal, mais on a pu bien gérer le match, alhamdoulilah, et on a gagné 1-0. Maintenant, il reste 3 matchs, on va gérer un après l'autre, et espérons, Inch'Allah, se qualifier en finale et gagner cette coupe et la garder ici au Maroc pour tout le peuple marocain, pour sa majesté, pour tous les fans de foot. Inch'Allah, on va essayer de la garder ici. الحمد لله الاداء ما كانش مقنع، ولكن اهم حاجه في هذه المباريات هو النتيجه. النتيجه الحمد لله باش نمشيو للفينال مقابله بمقابله، واللي جات مرحبا ان شاء الله.